معلوم أن الذكر يكون عند الإمساء وعند عند الإصباح وعند الإمساء، وقد جاء فيه أحاديث تبلغ 10 أو تزيد قليلا، جمعها النووي رحمه الله تعالى. ثم إن الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله انتقى من أحاديث التي أوردها النووي الأحاديث الصحيحة فقط، وأخرجها في جزء، فجمع فيها أحاديث الصباح والمساء دون ما عداها، وسماه تحفة الأخير. هذه الأحاديث فرقت بين المساء والصباح، فما هو وقت الذكر الذي تقال فيه عند الصباح، وما هو الذي يكون عند المساء؟ فيه أقوال متعددة ذكرها ابن الجزري في كتابه، وتبعه على ذكرها الشوكاني في التحفة كذلك، وابن علام في شرحه لأذكار النووي، فأوردها إيرادا أو أورد بعض هذه الأقوال على سبيل الإيجاز. أما أذكار الصباح فقد قيل في ابتداء وقتها قولا، قيل إن ابتداء وقتها يبدأ من طلوع الفجر، أي أذان الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، وقيل وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وقيل إن ابتداء وقتها يبدأ من طلوع الشمس، وهو الذي جزم به ابن القيم في الوابل، وفهم من كلام الشيخ تقي الدين. وسبب هذا الفهم من كلام الشيخ تقي الدين أن في المذهب قولان في ابتداء النهار، هل ابتداؤه من طلوع الفجر أم أن ابتداءه من طلوع الشمس، وينبني على هذا الاختلاف أحكام فقهية منها الوقوف بعرفة. وبناء على ذلك فإن الشيخ ينتصر، يعني بالشيخ الشيخ تقي الدين، فإن الشيخ ينتصر إلى أن ابتداء النهار يبدأ من طلوع الشمس، ففهم من ذلك أن أذكار النهار الصباح عفوا أن أذكار الصباح تبدأ من طلوع الشمس. وفيه نظر، لأن الشيخ تقي الدين يقول إن الليل ينتهي بطلوع الفجر، والصباح والنهار يبتدئ بطلوع الشمس، والفترة التي تكون بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس برزخ، فهو حد بين الليل والنهار، يلحق بالليل أحيانا ويلحق بالنهار أحيانا. وعلى ذلك فإن نسبة هذا القول الشيخ تقي الدين فيه نظر، والأقرب أن نقول وهو ظاهر القرآن أنه قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، دل على أن نسبة هذا القول إليه كما فهمه جماعة فيه نظر، والصواب أن ابتداءها يبدأ من طلوع الفجر، هذا واحد. أما انتهاء أذكار النهار فقيل إلى الزوال، وقيل إلى طلوع الشمس، وقيل للزوال. لماذا؟ لأن ما بعد الزوال يسمى إمساء. وأذكار المساء قيل تبدأ من زوال الشمس أي من أذان الظهر، وقيل من بعد صلاة العصر، وقيل من حين أن تتريض الشمس للغروب، وقيل من غروب الشمس. وعلى العموم فإن هذه الأقوال اجتهادية، ولذلك فالذي يرجحه الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أن كل هذا جائز، وأنت ادعو بما شئت، ولكن ما أمكنك أن تقف عند الآية أن تسبح الله عز وجل قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فإنه أولى. وهذه القبلية لا حد لها من بدء الإمساء وهو غروب الشمس وهو زوال الشمس، ومن حين طلوع الشمس. نعم.